وسط الترتيب، وفي الجهة المقابلة الجمهور الصيفي المتنقل الذي يأمل ويطمح لمشاهدة وفاق سطيفي. لمسيو بي لونتونت في مواجهة نقاطها 3. الدفاع في التصدي، هنا كرة صعبة خطيرة أولى اليسرى للانطلاقة عن طريق خميسية، هنا المحاولة للمسيو بي، هنا كرة صعبة وخطيرة والهدف الأول. جول 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 إلى الشباك يصلون، الهدف الأول يوقعون. هدف يحرك، وهنا الخطأ وكاد يكون الهدف الثاني. مولاي عزيز يلعبها كشكل توزيع، والتعادل يأتي، ولكن راية مرفوعة بالريبلاي. هنا ملعوبة الكرة، لحظة خروج الكرة، هل كان فيه وضعية تسلل في محاولة تسجيل الهدف الثاني؟ ملعوبة مباشرة من ياسر بلعريبي، ثاني الأهداف عن طريق ياسر بلعريبي. مولودية البيض تصل مجددا إلى شباك الحارس سعيد زكريا. ثانية ياسر بلعريبي بيمنى يحط كرة في شباك زكريا السعيدي، مضاعفا النتيجة، مسجلا الثاني في الدقيقة 26. دخلة واعدة، خاصة مع الهجمات المرتدة السريعة التي يتميز بها فريق مولودية البيض. وهنا كرة صعبة وخطيرة لوفاق سطيفي يكون خلال الشوط الثاني. هنا أنصار لمسيو بي الذين فرحة وسعادة أنصار مولودية البيض بالنتيجة المحققة. جهة مقابلة أنصار وفاق سطيف ملعوبة من هناك في القائمة الأول، كرة ملعوبة سطيفية في الهجوم، البحث عن التسديدة تأتي، ولكن هنا التوسيعة تأتي في منطقة الجزاء الراسية بين أحضان. كرة للوفاق، الانطلاقة في الهجوم، البحث عن التسديد، تضرب في الدفاع، تروح إلى الركنية، كرة تتهيأ إلى الركنية، التسديدة ضربت في الدفاع، كرة تتهيأ إلى الركنية، كرة تتهيأ إلى الركنية. وفاق سطيف هل يستطيع اختراق دفاع فريق مولودية البيض؟ هل يتمكن من هز الشباك؟ مرسلي عبد القادر، ركنية هنا سطيفية، وكيل عمار في تنفيذ الركنية بحثا عن تقليص النتيجة بالعالم بالراس في الإبعاد، يخرج الكرة، تبقى المحاولة، هنا التسديدة، هنا المقصية، ولكن يدة الفنية لشبيبة القبائل. كرة هنا لمولودية البيض، هنا المقصية. حكم المباراة ماذا يقول؟ أعلنها واحتسبها ركلة جزاء. الكرة الأخيرة لمسة يد كانت واضحة أجل ثالث الأهداف يأتي. حكم المباراة يقول تعاد الركلة. هل يأتي الثالث؟ كرة تضيع، كرة في القائم تضيع. محاولة سطيفية، الحمري يلعبها مباشرة، ملعوبة ممتازة، البحث عن الهدف الثالث. رمزي تناح جهة اليسار في منطقة الجزاء، يمهد كرة، يحضر كرة، هنا الخطأ عليه. حكم المباراة ماذا يقول؟ ركلة جزاء، هنا الإعادة في منطقة الجزاء، الخطأ فعلا لعب رجل اللاعب هنا. هل يسجلها؟ فعلا يحط الكرة في الشباك، يحط الكرة في الشباك بكل ثبات. هنا غنام يحط كرة على الجهة اليسرى للحارس سعيد زكريا.